صباح الخير او مساء الخير عليكم حبايبي. النهارده يوم جديد مع فيديو جديد. رايح ازور مدينه اسمها ايستبورن، والمدينه دي من برايتون تبعد حوالي ساعة ونص بالأتوبيس. وبعدين أنا ما قعدتش في مكاني، زي ما قلت لكم السياحة ما فيهاش تقعد في مكانك في الفندق في الهوتيل قاعد مبسوط في المدينة اللي كل الناس بيزوروها برايتون المشهورة. لأ، أنا بسيب مكاني وبطلع أتفسح. زرت قبل كده مدينة وورثينج، عندكم فيديو بروح استمتعوا بيها. وعملت فيديو للسكة من برايتون لإيستبورن، ودوت فيديو جميل جدا. هتشوفوا أحلى مناظر في الدنيا، مدن صغيرة، مدن متوسطة، فيليجز، قرى صغيرة. وبعد كده هتشوفوا الريف الإنجليزي بعد ما كنا فجأة ماشيين على البحر، وبعد كده نطلع تاني على البحر في لاستبورن. حاجة كانت من أجمل ما يكون. النهاردة بقى هتشوفوا استبورن نفسها جوه. أنا حبيتها جدا، يا رب تحبوها زي ما أنا حبيتها، وأكون مبين لكم فيديو مبينة في الفيديو كويس إن شاء الله. بتمنى منكم لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس، واتمنى ان انتوا تسيبوا كومنت وتعليق وتقولوا لي رايكم ايه في الفيديوهات، مدتها، تعليقي، تسريع الصوره، اظهر في الصوره او ما اظهرش. قولوا لي تعليقاتكم ايه، عشان الفيدباك بتاعكم هيبقى بالنسبه لي مهم جدا جدا جدا. استمتعوا بيومكم واستمتعوا بالفيديو. اشوفكم على خير في الفيديوهات جايه. مدينة جديدة ويوم جديد. النهاردة أنا وصلت بالأتوبيس إيستبورن. الأتوبيس دورين، ما تنسوش إن السواق الدركسيون بتاعه على اليمين، أنا فوق السواق بالظبط في الدور التاني، وده موقعي والكاميرا بتاعتي من الأتوبيس. ولو في بس أي حاجة في الشاشة قدام، ده بسبب إزاز الأتوبيس ما كانش نضيف إناف أو نضيف بدرجة كفاية. وهنا وصلت محطة الأتوبيس في الداون تاون، والأتوبيس اللي أنا راكبه لونه أخضر. وأنا نزلت الداون تاون هنا و بدأت استكشف المدينة وبدأت اتمشى. انا بحب النوع ده من السياحة، ان انا انزل من مكاني واتمشى في البلد واستكشف بلد جديدة ومناظر جديدة وابقى اكتف طول الوقت، ابقى نشيط. دي حاجة كويسة. هنا انا سألت على اتجاه الشارع اللي يودي على البير، والبير اللي هو يا جماعة عامل زي كوبري شاطئ ميامي زمان. هنا في كباري بس كبيرة، ده مباني انجليزية عجباني بزوم عليها. ده شارع رئيسي عامل زي شارع اسكندر ابراهيم لو في اسكندرية مثلا. كده انا رايح في اتجاه البحر واتجاه البير، اللي هو قلت البير عامل زي كوبري شاطئ مائي بتاع زمان. وفي الشارع الرئيسي دوت بيوقفوا العربيات، هنا ممنوع دخول العربيات. وطبعا الناس محتفلين، وفي كرنفالات، في مهرجانات، في اطفال بيرقصوا، في خضرة، في مناظر جميلة، في مطاعم، في كافيهات. وهنا ايستبورن بايك نايت. ده الشارع اللي يطلع على البير، ما فيهوش عربيات. دي حاجة حلوة جدا. طبعا قفلوه. طبعا عامل زي خيام الوليد اللي مقفلوه. وطبعا انا صايم في روائح اكل جميلة. دي واحد تاني بتاع خضار، بتاع فاكهة. بس خلاص احنا ضاعنا من الفاكهة النهارده. انا في ايستبورن، والفيديو انا مش كتير بحب اطلع في الفيديو، بس صراحة هنا جميلة قوي عجباني. دمها خفيف عن برايتون بالنسبة لي. أنا أحب الحاجة تبقى صغنونة ومحدقة كده ولذيذة. فهنا هي صراحة ايستبورن تستاهل الزيارة. مشوار من أجمل المشاوير. وادي البيت بتاعها ورايا أهو، وآدي الشارع بتاع الداون تاون اللي بطلع منه على طول هنا أهو. وكلمة كبيرة مكتوبة أهي. فصراحة I'm so happy إن أنا قدرت أجي النهاردة هنا، أحسن من قعدتي في برايتون، وإن أنا ازور برايتون كل يوم نفس الحاجات. انا ما بعملش كده ابدا. وهقول لكم مفاجاه، انا لغايه دلوقتي ما زرتش برايتون، ما خلصتهاش، سايبها اخر حاجه ممكن اعملها. يلا انجوي هاف فن. ده بصوا هنا الجمال، حاجات بقى صعبه قوي. بصوا. طب انا دلوقتي لو جعان عاوز اكل، تشيكن تيرياكي نفس اسعار عندنا في امريكا المنيو، و10 باوند. حاجه مش غاليه. جيب 13 اغلى حاجه عندهم.
زي الاسعار عندنا بالظبط، بس الفرق ده باوند دولار. هاي وده هنا بص، واو واو، ده ستاربكس بس ايه مع نفسه. ايس لاتيه ب5، ايس لاتيه ب4.5، ايس لاتيه، ايس امريكانو. في امريكانو بتاعتنا $4 مسميها باسمنا. واو، بصوا الحاجات دي، بصوا حاجات قلة الأدب دي. الواحدة $1.80 والأربعة ب6 والثمانية ب10. واو. دي معمولة من كوكونات. Is this coconut? Yes. Macaroon coconut. Macaroon. Yeah. We have it in America. I'm from America. I see. Yeah. So there are two macaroons in the world. There are. French macaroon Yes. and this macaroon. Absolutely. This Yeah. is the Belgian one. The Belgian one. Yes, yeah. Sorry. In my opinion. It's okay. واو، شايفين يا جماعة؟ طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ أنا أعمل إيه؟ ده عندهم أنواع جبنة، ريحتها يا ولاد الذين، ريحتها حلوة أوي، ريحتها حلوة أوي الجبنة اللي عدت دي، ريحة طلصت هنا. وده هوت دوج. طب أنا أعمل إيه؟ الأيس مش عارف اسمه أيس إيه اللي بتحبه البت يوأنا ده. واو، بيك ميكس. هيلب يور سيلف. سوري. بيكن ميكس. وات ذس؟ دي حاجة حلويات. بس دي عايزة واحد عنده صحة. بص قد ايه بتاع. واو، الله على جمال استبون. بص كبسة. دي كبسة سعودي على فكرة. اسمه، هو ده محل اسباني دوت، تعلم اسبانيا باليا مش عارف، بس هو اللي انا شايف قدامي كبسة. وريحة الاكل جميلة تجنن، مش حلوة، حلوة قوي يا ولد الذين. انا جاي وقت غلط، صيام العضل. كل سنة وانتم طيبين. يا خبر ابيض. دي كوفيز كراميل فودكا. واو واو. فودكا بالكراميل. واو. هنمشي لحتة من الأكل اللي كلها خطر ونيجي هنا. شايفين حتة حلوة ازاي؟ لا جميلة جميلة جميلة، تستاهل الزيارة. دي جاردنز هنا. لا هنا نظيفة قوي 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 وراقية جدا جدا. تحس ان دي حتة كلاسي بالنسبة لبرايتون. بس هي برايتون المشهورة لان حتى القطر الرئيسية اللي بتوصل من لندن تيجي على برايتون، او هي المشهورة حتى للسياح اللي من بره. مع الانجليز اكيد عارفين دي، واكيد هم يحبوا يجوا دي. اللي انا شايفهم كلهم سياح، او الزحمه دي كلها شكلهم انجليز. هناك لا، جنسيات تانية كتير. ده الاتوبيس هاب اون هاب اوف، تطلع وتنزل يلف بيه. بس هي مش مستاهله اصلا، مش مستاهله اصلا. انا اخش على البير اعمل كده تاني. انا دلوقتي داخل على البير بتاع استبورن. والبير ده قلت اللي هو الكوبري اللي بيبنوه يمشي جوه الميه. بيبقى اصلا المكان ده معمول للكرنفالات والاحتفالات والمهرجانات، ومنها بتستمتع بمنظر الشاطئ وتستمتع بمنظر الميه، وتخش جوه الميه وتبص على المدينه من جوه لبره. المدينه شاطئها زي ما انتم شايفين زي شاطئ برايتون وشاطئ وورثينج
شاطئ زلط مفيهوش رملة، شاطئ مش ممهد. النهارده في ناس قاعدة على الشاطئ، وكان في بعض الناس قليلة قوي جوه المية، وطبعا ده احتفالية وكرنفال عندهم ان في شمس طالعة والجو شبه دافي شوية، فحتى انا قادر امشي بنص كم. لكن برضو ميه ساقعه جدا يا جماعه، غير مناسبه لينا كمصريين او كعرب ان احنا ننزل ميه في التوقيت ده. الجو درجه الحراره مثلا في اليوم ده حوالي 22 درجه مئويه، فكده الجو يعتبر كويس شويه، والشمس كمان طالعه ما بتشتيش ومفيش هوا جامد. البير ده معمول للناس يتمشوا عليه، الاسر تتجمع عليه يتقابلوا فيه. وادي منظر المدينه من جوه. انا كده جوه على البير ببص على المدينه في اتجاه عكسي. واللعبه دي اللي هي عامله زي بتاعت الملاهي، بتلف داير ما يدور، هي يظهر السيمبل بتاع البلد. وادي الناحيه التانيه من البير، الشاطئ الناحيه التانيه العكسيه. شبه شويه مدينه برايتون طبعا، اكبر شويه من مدينه وورثينج لكن اصغر كتير من برايتون. البلد مش مشهورة للسياح اللي من بره انجلترا، عشان كده هتلاقوا بصوا هنا على النجفة اللي جوه دي عجبتني فصورتها. برضو غريبة تلاقوا بره نجف بالجمال ده او بالحجم ده كله. على البير بتتمشى. قابلت انجليز، معظم الناس انجليز، مفيش جنسيات كتيرة مختلفة. زي ما قلت المدن البعيدة عن الاماكن المشهورة ما بيبقاش فيها سياح اجانب كتير. فهنا وانا ماشي على البير دوت ما شفتش جنسيات مختلفة كتيرة. انا كده خلصت زيارة مدينة ايستبورن، مدينة صغننة. قضيت فيها وقت جميل، اتمشيت فيها. طبعا استمتعت بان انا غيرت جو. هنا في طريق العودة فجأة من بعد ما كنت في مدينة على البحر، الاتوبيس ماشي، دخلت الريف الانجليزي، وادي البحر باين من بعيد، وادي الريف جنب البحر على طول، وانت ماشي في عمق الريف الانجليزي، اراضي زراعية ممتدة، مناظر جميلة، متع عينيك. انا بس احب اكد على كام حاجه. اول حاجه ان الاتوبيسات كلها ووسائل النقل العامه في انجلترا فيها انترنت، سواء قطر او اتوبيس، فما تنعاش هم الانترنت او الواي فاي، فهم كلهم فيهم واي فاي ببلاش، فممكن تستمتع بالواي فاي طول ما انت راكب اصلا. تاني حاجه ان انجلترا امان جدا في الحركه والتنقل، ايا كان المدينه اللي رحتها او التوقيت اللي ماشي فيه. انا هنا جربت لغايه دلوقتي 3 مدن، وورثينج، برايتون، وانا النهارده في ايست بورن. واللي جايين كلهم هاكد لكم فيهم اكتر ان فعلا البلد امان في كل وقت. احب كمان اقول ان انا كنت صايم صيام العذراء في الرحله ديت. فمعنى ايه صيام العذراء؟ معناها ان انا اكل نباتي، فطبعا ده كان متعب جدا ليا ان انا اكل نباتي وخضره وفاكهه بس، في ظل روائح اللي بشمها من اكل جميل. طبعا هنا انا خلاص وصلت برايتون في طريق الرجوع، واليوم بتاعي خلص، لان طبعا قلت ساعة ونص رايح وادي ساعة ونص جاي الرحلة بالاتوبيس لايستبورن. فاليوم كان جميل، اليوم كان ممتع، استمتعت. بتخيلوا طول السكة ساعة ونص ماشي شايف مناظر جميلة حواليك يمين وشمال، وحد سايق بيك، وأنا كراجل في فلوريدا ما عنديش مواصلات عامة اقدر اركبها، فانا هنا اركب. ما ننساش ان الاتوبيس تذكرته ب2 جنيه استرليني، ساعة ونص رحلة، طبعا رخيص جدا. بعتذر لو الصورة اللي قدامكم فيها حاجات في الازاز بتاع الاتوبيس خلي الصورة مش واضحة قوي. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، واشوفكم في فيديوهات تانية على خير ان شاء الله. وشكرا على وقتكم الثمين انكم بتتفرجوا على الفيديو. باي باي.